عمرك تخيلت قصر كريستيانو رونالدو في قلب الرياض؟ مش مجرد قصر، ده حكاية من الفخامة والرفاهية. سعره ما يقلش عن 14 مليون يورو، فيه 8 أوض نوم وحمامات سباحة وجيم وملاهي كمان. يعني أي حاجة ممكن تتمناها هتلاقيها هناك. مستني إيه؟ كمل الفيديو وتعال نشوف الجنة دي سوا. من يوم ما كريستيانو رونالدو حط رجله في السعودية ولبس تيشيرت النصر وكل حاجة حواليه اتغيرت. مش بس هو اللي بقى محور اهتمام الإعلام، ده كمان حياته اليومية بقت تحت الميكروسكوب. أي خبر عنه بيقلب الدنيا وبيبقى ترند في ثواني، سواء كان عن أدائه في الملعب أو حتى عن بيته الجديد. والكلام ده كله طبعا غير الملايين اللي بياخدها في عقده. الراجل مش بس عايش في بيت عادي، ده عايش في قصر أسطوري قيمته ما تقلش عن 14 مليون يورو في حي المحمدية الراقي بالرياض. القصر مش مجرد مكان للعيشة وخلاص، ده عالم تاني من الفخامة، متقسم على مساحة ضخمة وفيه 8 أوض نوم، كل واحدة ليها تصميمها الخاص وتجهيزاتها الكاملة اللي تضمن الراحة المطلقة. وكمان في حمام سباحة بحجم أولمبي، يعني لو زهق من التمرين ممكن ينزل يعوم فيه كأنه بيستعد للأولمبياد. القصر فيه حاجات عمرك ما تتخيلها تكون موجودة في بيت واحد. في صالة استقبال فخمة جدا فيها شلالات داخلية ومساحات خضراء بتخلي المنظر يفتح النفس. والمفاجأة الأكبر إن جنب القصر الرئيسي فيه 3 فيلات صغيرة زيادة، دي بقى ممكن تكون للضيوف أو للعيلة لما تيجي تزوره. وكأن القصر نفسه مش كفاية، لا ده عمل مدينة كاملة. موقع القصر في حي المحمدية مش أي كلام، الحي ده معروف بإنه من أرقى وأهدى الأحياء في الرياض، وقريب جدا من ملعب نادي النصر. يعني رونالدو يقدر يروح التمرين والماتشات في أقل وقت ممكن من غير ما يضيع وقته في الزحمة. وكمان المنطقة حواليها خدمات على أعلى مستوى، من مطاعم فاخرة ومولات لعيادات طبية وجيمات مجهزة، كل حاجة بيحتاجها نجم عالمي. التقارير الصحفية اللي طلعت عن القصر كشفت عن تفاصيل مبهرة. غير القصر الأساسي والفيلات الثلاثة، في مرافق ترفيهية ورياضية تخليك تقول ده مش قصر، ده مدينة ملاهي. وحسب مصراوي في صالة بولينج كاملة عشان لو حب يغير جو ويلعب مع أصحابه، وصالات جيم متجهزة بالكامل عشان يحافظ على لياقته من غير ما يخرج بره البيت. الأكتر من كده إن القصر فيه 3 مطاعم داخلية، تخيل، يعني يقدر يختار بين مطبخ عالمي إيطالي أو شرقي، وكل ده تحت سقف بيته. ده غير ملعب كرة صغير وملعب باسكت جوه القصر، يعني لو ولاده حبوا يلعبوا معاه في أي وقت كل حاجة متاحة. رونالدو معروف بحبه للحياة والرفاهية والاهتمام بالتفاصيل، وده اللي باين جدا في قصره اللي بيعكس شخصيته. المكان ده مش بس مكان للعيش، ده أسلوب حياة كامل. ووجوده في السعودية مش بس تغير حياته هو، ده عمل نقلة كبيرة للدوري السعودي ونادي النصر، ولفت أنظار العالم كلها للبلد. رونالدو مش مجرد لاعب جاي ياخد فلوس ويمشي، ده جاي يعيش تجربة كاملة وحياة فخرة في بلد بتقدره. وقصره في الرياض بقى رمز للنجاح اللي وصل له. حياة كريستيانو في السعودية بقت مزيج من الشغل اللي هو اللعب للنصر والمتعة اللي هي الحياة الفخرة. والقصر بتاعه بقى جزء من الحكاية اللي الإعلام والجمهور مش هيبطلوا يتكلموا عنها.